بيبدأ الفيلم مع بنوتة جميلة اسمها كيتي بتشتغل في بار عايشة سعيدة لوحدها. في يوم من الأيام وهي في الشغل بتيجي لها صاحبتها عشان تطمن عليها وبتعرض عليها تشتغل معاها في عروض الأزياء، لكن المشكلة إنها تحتاج مصور يصورها ويعمل لها إعلان احترافي، وطبعا المصور عايز فلوس وهي مش معاها فلوس خالص. وبعد ما بتخلص الشيفت بتاعها في البار وقبل ما تروح بتشوف رقم مصور متعلق على الحيطة في البار، فبتاخد الرقم وبتمشي. أول لما بتوصل البيت بتشوف جارها اللي بيعاني دايما من وجود الفيران في بيته، فبتقرر إنها تساعده وبتعلمه إزاي يتخلص منها، وده لأنها كانت شغالة في مزرعة خاصة بالحيوانات. بعد ما بتدخل البيت بتتصل على الرقم المصور وبتستغرب جدا لما بيرد عليها على طول وبيتعامل معاها كويس جدا وبيطلب منها تبعت له صورها على الموبايل. في الأول بتكون مترددة لكن بعدها بتبعت له الصور فعلا وهو بيعجب بيها جدا، فبيرد عليها على طول برسالة في نفس الوقت فيها العنوان اللي المفروض هتقابله فيه. تاني يوم بتروح تقابله في الاستوديو بتاعه. اول لما بتدخل بيستقبلها جورج وبيرحب بيها قوي، بيكون واضح عليه انه اعجب بيها من اول ما شافها، وبينادي على اخوه ايفان المصور وبيسالها ايه اللبس اللي جابته معاها عشان تتصور بيه. وبعد ما بتدخل تغير لبسها بيقف ايفان متسمر مكانه من جمالها، واضح ان هو كمان معجب بيها جدا. ده غير ان جورج هو كمان بيقف يظبط لبسه قبل ما هي تخرج من جوه علشان يلفت نظرها وتعجب بيه. بس طبعا هي مش بتكون مركزة مع اي حد فيهم، ولما بيبدأ التصوير ايفان بيطلب منها تقلع هدومها عشان تتصور عريانة، فبتقول له اه عشان كده التصوير مجانا، وطبعا انت بتاخد الصور دي وبترفعها على النت، وفي الاخر بترفض انها تقلع هدومها وبتمشي. في نفس اليوم بالليل بيجي لها جورج البيت وبيقول لها انه سرق الفلاشه اللي عليها صورها من ورا ايفان وبيديها لها، وهي بتشكره وبتقفل الباب. وبعد شويه بتخرج ترمي كيس الزباله وبتسيب الباب مفتوح، وبعد ما بترجع بتعمل معجون لاسنانها وبتدخل تنام. وبعد حوالي ساعة بتصحى من النوم على صوت، ولما بتفتح عينيها بيكون جورج واقف بيصورها وهي نايمة. بتقول له لو ما خرجتش من هنا دلوقتي أنا هتصل بالشرطة. بيقول لها تعالي نقعد ونتكلم بهدوء، بس هي بتخرج من الأوضة جري عشان تتصل بالبوليس. هنا هو بيخرج وراها وبيحاول يمسكها، بس هي بتقدر تضربه وبتمسك الصعق الكهربائي وبتكهربه بيه، وبتفتح الباب وبتصرخ وبتكون خلاص هتهرب منه، بس هو بيقوم وبيقدر يمسكها وبيدخلها الشقة بالعافية. بيسمع جارها الصوت وبيروح عشان يشوف في ايه، لكن للأسف أول لما بيدخل بيضربه جورج وبيطعنه بالسكينة ببطنه وبيقتله. وبعدها بيضربها هي كمان ضربة بعنف وقسوة. وبعد ما بيعمل عملته المنيلة دي بيدخل في حالة هستيرية وبيتصل على إيفان وصديقه نيكولي وهما بيروحوا له الشقة على طول. أول لما إيفان بيدخل بيشوف الوضع بيقرر يلبسها هي القضية، بس بعد ثواني بيرجع في كلامه لأنها بتعجبه فبيشربها مخدرات وبيحطها في صندوق وبياخدوها معاهم. بعد ساعات بتفوق وبتلاقي نيكولي كمان بيعتدي عليها، بس بتكون مش عارفة هي فين ولا ايه اللي جابها هنا. بيجي جورج وبيتخانق معاه وبيبعدوا عنها وهي بتطلب منهم تشرب مية، بس بيقرب منها ايفان وبيغطيها ببطانية فيك الخير والله. لكن هي بتدخل في حالة هستيرية وتفضل تصرخ يمكن حد يسمعها من بره ويقدر يساعدها، بس برضه محدش بيسمعها. وبعد ساعة بتحس بتعب شديد فبتنام. بعد شوية بيدخلوا عليها هما التلاتة وبيدوا لها برشامة مخدر وبيجهزوها لواحد كبير في الدولة اسمه جاك. وجاك ده بيقدموا له البنات عشان ما يبلغش عنهم، ده غير انه بياخد منهم فلوس ونسبة من الأرباح يعني. وبعد ما بيجهزوها بيخرجوا ما عدا جورج اللي بيفضل معاها، بتطلب منه يجيب لها مية، ولما بيلف وشه بتحط صباعها في بقه وبترجع البرشامة اللي أخدتها، وبتاخد بالها من وجود شباك في الأوضة. بيجي جورج وبيساعدها تلبس هدومها، ومرة واحدة بتخبطه بالجردل في وشه وبتهرب من الشباك. ولما بتخرج للشارع بتفضل تجري وهي خايفة ومرعوبة زي المجنونة، وبتطلب المساعدة من الناس بس هما مش بيكونوا فاهمين كلامها. لحد لما بيجي ظابط وبيهديها وبيركبها معاه العربية وبيسألها مالها وإيه اللي عمل فيها كده، وهي بتحكي له كل حاجة من أول لما جورج اعتدى عليها وقتل صديقها لحد لما جت هنا. بنرجع لجورج تاني اللي بيكون لسه فاقد الوعي، وبيدخل عليه نيكولي وهو متوقع ان جورج اتأخر عشان اعتدى على كيتي تاني، لكنه بيتصدم لما بيلاقيها مغمى عليه على الارض والشباك مفتوح، وبكده كلهم بيعرفوا انها هربت منهم. بتوصل كيتي الاسم مع الضابط اللي بيقول لها انها هنا في جورجيا مش في نيويورك. بتستغرب هي جت هنا ازاي بالسرعة دي ازاي، وبتطلب منه يوديها للسفارة الأمريكية. بس طبعا هو مش بيصدقها وبيقول لها هتتعرض الأول على دكتور وهيحولوها علشان يتأكدوا هي بتتعاطى مخدرات ولا لأ. بتقول له وديني السفارة وهناك هم هيعملوا معايا اللازم وهيعرفوا كمان إذا كانت بتتعاطى مخدرات ولا لأ. بعد شوية بتدخل عليهم واحدة اسمها أنا وبتطلب من الضابط يجيب لها قهوة.
بتتكلم مع كيتي وبتقول لها انها هنا عشان تساعدها، وان هي كمان اتعرضت لنفس اللي هي اتعرضت ليه كيتي وهي صغيره، وبتوريها ندبه على ايديها من اثار الاعتداء عليها، وبتقول لها كمان هتاخدها معاها لدار خاص بالبنات اللي اتعرضوا لنفس الفعله دي لحد لما تتعالج نفسيا وجسديا وتبقى كويس. بس برضو كيتي بتفضل مصممه انها تروح السفاره الامريكيه. بتوافق انا وبتقول لها تمام براحتك. بتاخدها معاها في العربيه، وفي نص الطريق بتقول لها هنعدي على بيتي الاول، هديكي لبس من عندي تغيري لبسك، وبعدها نروح السفاره عشان مش هينفع تروحي بالشكل ده. اول لما بيدخلوا البيت بتقول لها خزينه الملابس تحت في البدروم، ولما بتنزل بتكتشف انها رجعتها لوقر جورج وايفان من تاني. بيضربوها كلهم ضرب مبرح وخصوصا جاك، وبعدها بيعتدي عليها تاني. بيجي ايفان وبيبدا يشتمها بس هي بتضربه بالقلم، فبيرد لها القلم تاني وبيضربها بمنتهى القسوه والعنف لحد لما بيشوه وشها تماما. بتطلع انا فوق وبتشغل موسيقى وهي بتعيط. لما بتسمع صوتها بتصرخ وبتحضن العروسه بتاعتها وكانها افتكرت لحظه الاعتداء عليها هي كمان. بيبداوا كلهم يحفروا حفره في البدروم وبيحطوها جوه صندوق وبيدفنوها حيه، وهي بتفضل تعيط وتدعي ربنا انها ما تموتش بالطريقه دي. وفعلا من حسن حظها بيقع الصندوق في المجاري اللي تحت البيت وبتقدر تخرج منه. بيروح جورج يتكلم مع انا وبنكتشف انها تبقى مامته، وايفان ونيكولي بيتفقوا انهم ما يتقابلوش لمده كام يوم لحد لما الامور تهدى شويه. في الوقت ده بتكون كيتي لسه موجوده تحت في المجاري وبتلاقي لبس قديم فبتلبسه، وبتكتشف ان المكان ده يبقى فوق كنيسه، فبتطلع الكنيسه عشان تسرق منها اكل. فبيدخل عليها القس وبيتعامل معاها كويس ازاي، وبيسالها ايه اللي حصل لها متبهدله كده ليه. ولما بيعرف انها امريكيه بيسالها تاني طيب ايه اللي جابك هنا، واذا كنت محتاجه مساعده ولا لا. مش بتثق كيتي في اي حد تاني بعد ما اللي حصل لها، ومش بترضى تقول له اي حاجه، فبيسيبها تاخد الاكل واللبس وتمشي، وبيديها كمان كتاب انجيل. بتاخد كل الحاجات دي وبترجع للبدروم تاني، وبتفضل مكانها لمده اسبوع لحد لما بتقدر انها تتحسن شويه وتقف على رجلها من تاني. تاني يوم بتخرج تصلي في الكنيسة. لما بيشوفها القس بيقول لها انه مبسوط جدا عشان شفتك تاني، وبيطلب برضه منها يساعدها بس هي بترفض وبتمشي. وبعد ما بتمشي بيلاقيها فاتحة كتاب الانجيل على جزء معين بيتكلم عن الانتقام، ومن هنا بيعرف انها ناوية على الانتقام من شخص معين بس مش عارف هو مين. وبعدها بيوم بتبدأ رحلتها في الانتقام. أول حاجة بتعملها هي إنها بتراقب بيت العصابة وبتقدر تتسلل وتدخله وتاخد منه فلوس، وبتخرج على طول بدون ما حد منهم يشوفها. وبتراقب نيكولي وبتشوفه وهو داخل بار وبتسيبه وبتمشي. تاني يوم بتراقب جورج وهو قاعد على الكافيه، ولما بيشرب قهوة بيلاقي قطعة من السلسلة بتاعتها في الفنجان. بيبص وراه فبيشوفها فبيقوم بسرعة يمشي وراها، فبتدخل المجاري وهو بيدخل وراها، وده بيكون فخ ليه. أول لما بيدخل بتضربه ضربة قوية على دماغه بتخليه يفقد الوعي، ولما بيفوق بيلاقي نفسه متكتف وهي واقفة قدامه وماسكة في ايديها سكينة وبتفضل تقطع في جسمه وتعذبه أشد تعذيب. ده غير إنها بتجيب فضلات المجاري وبتحطها على جروحه عشان يعنف لحد لما يموت. في نفس الوقت ده بيقعد القس مع الضابط وبيطلب منه يساعد كيتي، وبيقول له كمان واضح انها تعرضت لتعذيب وعنف قاسي جدا. ولما بيسأله الضابط عن مواصفاتها والقس بيوصف له شكلها بيعرف انها كيتي. وبعد ما بيرجع الاسم بيتصل على السفارة وبيسألهم عليها، لكن مش بيلاقي لها اي اثر ولا حتى راحت السفارة اصلا من قبل كده. ومن هنا بيبدأ يشم ريحة عصابة في الموضوع، وإن أكيد كلامها كان صح. لما بيجي الليل بتروح كيتي البار اللي بيسهر فيه نيكولي على طول، وبدون ما ياخد باله بتحط له قرص مخدر في المشروب. ولما بيبدأ يتعب فجأة هي بتظهر قدامه بيعرف إنها لسه عايشة، وبعد ثواني بيتعب أكتر فبيدخل الحمام وهي بتدخل وراه وبتضربه وبتعذبه جامد جدا وفي الآخر بتقتله. بترجع بعد كده للبدروم وبتعذب جورج تاني وبتضرب فيه وهو بيفضل يصرخ عشان حد يسمعه. بتقول له ما تخافش محدش هنا هيسمعك زي ما انا كمان محدش سمعني وانتوا بتعتدوا عليا، وبتحط منديل في بقه وبتمشي. بيجي الدور على جاك اللي بيكون موجود وبيصلي في الكنيسة مع عيلته، بيبص على يمينه وبيشوفها وهي بتمشي فبيمشي وراها زي الغبي. بتديله خبطة جامدة على دماغه من ورا بتخليه يفقد الوعي، ولما بيفوق بيلاقي نفسه متكتف في سرير وكيتي واقفة قدامه ماسكة في ايديها الصاعق كهربائي زي اللي كان بيعذبها بيه، وبتفضل تكهربه لحد لما يموت محروق من شدة الكهرباء. بعدها بيجي الدور على انا اللي بترجع البيت بتلاقي صور لجورج وهو متعذب بشكل بشع. بتنزل البدروم وبتبص في الحفره، فجاه بتيجي كيتي من وراها وبتزقها بتوقعها في المجاري وبتضربها وبتعذبها هي كمان. ولما بتشوف ابنها وهو بيموت قدام عينيها بتفضل تصرخ وهي منهاره.
بتدخلها جوه الصندوق وبتقفل عليها وبتقول لها ده الصندوق اللي انتوا حبستوني فيه، فاكراه ولا لأ؟ بيجي إيفان البيت أنا، ولما بيشوف الصور هو كمان بيحس إن في حد في البيت، بينزل البدروم وفي إيديه المسدس، بس هي بتقدر تضربه وتكتفه بحبل على الأرض، ولما بتتكلم معاه بتكتشف إن أنا مش مامته. ده بقى بتعذبه بطريقة بشعة وبتكهربه في بعض الأماكن من جسمه. بيقعد القس مع الضابط وبيقنعه إنه يساعد كيتي، وبيقول له إنه بيشوفها دايما بتنزل وبتخرج من فتحة المجاري. بينزل الضابط بيلاقيها بتعذبهم كلهم، بيرفع عليها المسدس وبيطلب منها تسلم نفسها، بس بيجي إيفان من وراها وبيخنقها بالحبل وبيكون خلاص هيموتها، لكن الضابط بيضربه برصاصة في نص راسه وبيقتله. في النهاية بنشوف كيتي وهي ماشية في الشارع وفي عينيها نظرة انتصار عشان انتقمت منهم كلهم وخلصت عليهم لوحدها، وأخدت بطارها وطار صديقها.